محكمة شراقة أصدرت حكما ضد البقرة الحلوب صوفيا بلمان بعد الطعن الذي تقدمت به على الحكم الغيابي، لأنه كان فيه حكم غيابي. محكمة شراقة، وكنت تكلمت قلت لكم أنه حفيظ دراجي رفع دعوى قضائية ضد البقرة الحلوب بتهمة القذف والشتم والتشهير، ودارت فيديو تسب وتطيح وكذا وكذا وكذا. هي كانت تظن أنه في السب وكذا تقول لك ممكن يسمحوا لي كما سمحوا لي في الفيديو اللي سبيت الرئيس تبون، لأنه هي سبت الرئيس تبون في فيديو وتم محاكمتها طبعا في إطار لم الشمل. دخلوها كي كلبة، دخلي وبلعي فمك، والتزمت وحلفت ما تزيدش تهدر على الرئيس، ما تزيدش تهدر على القيادة العسكرية، لأن السبب اللي تشوفوها كل دايما تخرج تهدر تحية المخابرات، تحية الديراس، تحية الشرطة، تحية الدرك، تحية 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 وتحية رئيس تبون، تحية شنقريحة الدنيا كل، وتسب في الاخرين. قالوا لها حتى اللي حقوا معاه قال لها شوفي هادري على الناس كل، ما تهدريش غير على الرئيس والجيش، الاخرين الله يسالي، عندك مشكل مع فلان هادري يسبي الله يسالي، كل واحد براسه، لكن القياده الجيش والرئيس ما تهدرش عليهم. قالت لهم الاخرين ننبح ننبح، قال لها الله يسالي. اذا بدات تنبح. من بين الناس اللي نبحت عليهم وهدرت حفيظ دراجي، كانت تعتقد انه حفيظ يخاف ما يحوش عليها. حفيظ قال لا، وريك الزنبعوني من بعد طحانه، رفع عليها دعوى قضائيه في محكمه الشراقه. محكمه الشراقه حكمت عليها غيابيا ب6 شهور سجن وغرامه ماليه قدرها 100 مليون سنتيم و20 نظن 20,000 دينار. نعم 20,000 دينار غرامه نافذه طبعا للمحكمه. طبعا هذه 20,000 دينار غرامه و100 مليون، 100 مليون اللي هو مليون دينار، يعني 100 مليون سنتيم تعويض للضحيه اللي هو حفيظ دراجي. هذا حكم غيابي قبل اشهر كان يتكلمت عليه. هي كانت في ليون في فرنسا وخرجت تعيط، قلت لهم انا ما على باليش وكيفاش ما خبرونيش وكذا، والمحكمه ونروح وندير وكذا، ودخلت للجزائر بالفعل وراحت المحكمه الشرقيه قالوا لها نعم كاين حكم غيابي لانه بعثنا لك استدعاء في العنوان تاعك في عين بنيان وما جيتيش. قالت لهم انا عايشه في فرنسا. قالوا الان راكي هنا في الجزائر. قالت لهم ايه ديري طعن، من حقك تديري طعن قانونيا، اطعني في الحكم ويصبح الحكم من جديد وكأنه ما كانش. إذن هي طعنت في الحكم وكانت تاكله أنه يتدخلوا اللي دخلوها النهار الأول واللي ضمنوا فيها وقالوا ما تزيدش تنبحي كي الكلبة وما تزيدش ديري مشاكل، كانت ضامنة باللي يضمنوا فيها. اتصلت بهم قلت لهم قال لا خلاص احنا عاوناك وإن كان لازم نعاونوك، دركا بينك وبين الناس عندك مشكل تسبي في الناس الله يسهل عليك. وقفت في المحكمة تاع الشراقة وبدات تنبح. بدات تنبح. اول حاجه تقولها لرئيسه الجلسه، قالت لها السيده الرئيسه راكي عارفه هذا حفيظ دراجي هذا وشكون اصحابه؟ رئيسه المحكمه ما سالتهاش ولا ما قالت لها يعني واش قالت لها هذا صاحبه بن زدير هذاك الخائن، بن زدير هذاك تاع لندن هذاك الخائن اللي ظل يهضر وكذا. رئيسه المحكمه قالت لها هذا الامر ما يهمناش، احكي لي على الموضوع. الفيديو هذايا اللي راهو قدامك انت اللي درتيه؟ قالت لها ايه. انت اللي سبيتي وشتمتي؟ قالت لها ايه. خلاص هدرنا في الموضوع هذا، صاحبه فلان ولا فلان هذاك موضوع اخر ما عندك متى معناتها فوتيه. هي حبت راك عارفه شكون هذا صاحبه حافظ الدراجي؟ شكون؟ بن زديره هذاك الخائن اللي في صح معليش. قلت لها على بالنا بن زديره يقول فيها على العلن قدام الناس وحافظ يقول على العلن وتبون على باله وشنقريحه على باله زيدي وشكون الناس كل بالهم بلي بن زديره صاحب حفيظ ولا مشكل، والسعيد صاحب تبون، والسعيد صاحب مستشار الرئيس، والسعيد صاحب مدير المخابرات، والسعيد صاحب مدير الشرطه، والسعيد صاحب قائد الدرك، والسعيد صاحب قائد اركان الجيش شنقريحه، ما عنده حتى مشكل مع الناس. بن زديره صحابه كاع الناس، ولكن بن زديره اللي يغلط معاه يخلص. بن زديره ما عندوش مشكل مع الناس كل حبابه، بصح تغلط زلقه فلقه. وبن زديره اللي مهمش اصحابه وما يشموهمش وما يشموهش هم الخونه. بن زديره
والسيني الخاين صاحبي. عمري ما قلت، عمري ما قلت انه كانيش صاحبي، عمري ما قلت انه الفاسدين هذوك اللي كانوا قرميط بنويره وحتى باباهم وكذا، عمري ما قلت انا اصحابي ونعرفهم. اما الاخرين لا، اصحابي وعلاقتي بهم طيبه ونحترمهم ويحترموني عادي جدا، ما عندي حتى مشكل. اذا انت يا البقره الحلوب كغبيه تروحي رئيسه الجلسه تحبي باش شغل تبري نفسك تقول لها بلي هذا حفيظ دراجي صاحبه برزديره الخاين. وش معناتها؟ معناتها حفيظ خاين. حفيظ كي يدخل الجزائر يروح للرئاسه يتلقى مع التبون. حفيظ كي يدخل الجزائر يروح للرئاسه والرئيس على باله باللي برزديره صاحبه عادي جدا، وعلى باله عادي جدا. ورا المشكل. المهم خلاصة القول القاضيه قالت لها ادخلي في الموضوع، الفيديو هذا تاعك انت اللي سبيتي انت اللي شتمتي. قالت لها ايه؟ قالت لها مالا خلاص اعتراف سيد الادله. المحكمه تؤيد الحكم الصادر سابقا، 6 أشهر حبس نافذه و200 دينار. استنى، نافذه ولا شنو؟ قلنا 6 أشهر حبس. ايه نافذه 6 أشهر حبس نافذ. نعم، ماهيش سورسي، ماهيش وقف تنفيذ. 6 أشهر سجن نافذ، 20,000 دينار غرامه تروح للخزينه العموميه، و100 مليون سنتيم حقوق تعويض للضحيه الشاكي حفيظ دراجي. الان البقره الحلوب عندها حق استئناف الحكم لمجلس قضاء تيبازا، واكيد مادام معترفه والدليل موجود راح يكون تأييد الحكم على الاقل، او ممكن ينقصوا لها يديروا لها سورسي. قال 6 أشهر حبس مع وقف التنفيذ. معناتها تزيدي تحلي فمك يا البقره الحلوب، تزيدي تحلي فمك ولا تهضري في الناس ولا تزيد تسبي الناس، الحبس. ما ينفعك لا الباسبور فرنسي لا تشوكري به، ما ينفعك ماكرون. فهمتي؟ هذا مصير اي بقره تتلفظ بكلام قبيح. وهي هذا البقره الحلوب ما دارش الخير في مواليها، كيفاش دير الخير في غيرها؟ ما دارش الخير في مواليها، ما دارت الخير لا في بنتها لا في بوي بنتها لا في حتى واحد. دارت فيهم كاع المنكر وسبتهم وضربتهم. تي واحده اللي طلق راجلها لانه فوت في الانتخابات. هذه امراه عاقله طلقت راجلها قدام الشعب الجزائري، قالت له راني مطلقاتك لانك رحت شاركت في الانتخابات. وش من انتخابات رئاسيه تاع الرئيس؟ قالت له انت رحت شاركت في الانتخابات راك مطلق. طلقت راجلها وبوي بنتها فقط لانه راح ادى واجبه الوطني وصوت في الانتخابات. طلقته. هذه امراه هذه.